أنا كان يحز في خاطري أنني مغبون، كنت ندافع بصح كنت نقول راني نصيح في واد، كنت كي نهود للصحراء نلقى غشينا مغبون، كنت أنا على بالك بلي كنت ندير لي فيزيت في الخيام وكذا، ما عندي حيلة، شوف فيهم يتعذبوا ما عندي ما ندير لهم، أنا ديت تيتر تاع برلماني بصح ما نقدر ندير والو، أنا خلص 26 مليون وهما يتغدوا ويشربوا ويتعشوا بلا تاي، ما عندي ما ندير لهم، نخليها وديميسيوني نبقى ما كانش اللي يقدر يهضر عليهم، كنت مغبون وقتاش يتغير العالم، بصح عمري ما كنت نعرف باللي هذا المآل. عندك حاجة غطني ودافعت عليها، هو استيراد الخمور، دافعتيه في القبة البرلمانية وتمنيت ربي أن يزلزلها، يزلزل ماشي الجزائر لأن كل شيء نمشوا فيها، يزلزل معناه باللي ينقيها. واليوم كاين أسرار ردات الساعة اللي ما نعطيك أسرار الناس اللي أمروا بالشراب اليوم كل راهم في الحبس. ويحيى أم سلام؟ هذه فيها سلام. سلام والذي وقع على مرسوم الاستيراد، هو الذي أمر، اللي قال باللي كي قال هو خلينا نساعد مع قضية عمارة بن يوسف لما كان وزير، اللي قال باللي انتم راكم يتعايشون في قال ربي قال رسول، ثم هذاك تعرفوا خير منا بلا انتيليجونس نتاع باللي تاع هاد لاصفار نتاع العالم، باللي لو ريزونمون لوجيك هو العقل البشري. شكون اللي عطاك العقل البشري وفرقك على الحيوان؟ ماشي ربي؟ زعما باغي تردونا تقولوا لنا باللي انتم ترجعونا للعصر الحجري بهذا التفكير. راني نقول لك اليوم والله ما هو فعل حد بلا فعل ربي. لو ربي بغى ينجيهم يدير لهم الطرقان باش يهربوا، يديهم ويصرف عليهم الحوايج، يقدر يقلب سفينه على عافيه. ربي انتقم لنفسه. سبحان الله. سمعت؟ ماشي سمعنا عبد الملك يوم ما بلغ به التهور ولا في سكرات من السكرات اللي خرج على الطريق قال ودي الناس راه هذا السماء زعما بالعلوم، انتم ما زركم في قل اعوذ برب الفلق. ما كنتش تعرف بلي هذا رب يمهل ولا يهمل. سمعت؟ اذا جاء امرنا بياتا